النهارده هكلمكم عن 3 محاور أساسيين ومهمين جدا في الرياضة المصرية. أول محور فيهم إن إيهاب الفولي في قناة نادي الزمالك بيقول لك إن النادي الأهلي بيشارك في بطولة كأس العالم للأندية ل3 أسباب. السبب الأول إن اتحاد الفيفا إقامته في سويسرا، السبب الثاني إن مدرب سويسري، السبب الثالث إن الخطيب بيلبس ساعات سويسري. ما مصر كلها بتلبس ساعات سويسري. عموما هو كلام غير منطقي، وانا عايز اقول لك انا بشفق عليك، تفكيرك ضئيل وفكرك ضعيف جدا جدا واسلوبك غير منطقي، حتى ما جماهير الزمالك مش هتقتنع بكلام. الحاجة التانية ان اصابة اكرم توفيق طلعوا كلام كتير قوي ان كهربا هو السبب في الاصابة. طبعا انتوا عارفين ان طريقة اكرم توفيق في التمرين او في المباريات الرسمية هي واحدة ما بتتغيرش، حماسه وقوته. فالكرة طولت منه، حب يعمل عليها سبرين، رجله اتوت وأصيب برباط صليبي، وكهربا ملوش علاقة بالموضوع على وجه الإطلاق. تالت حاجة انهم بدأوا يتكلموا عن الحكام زي النغمة القديمة. لو تفتكروا نادي الزمالك ومرتضى منصور دايما كان بيتكلم عن الحكام انهم بيجاملوا النادي الاهلي. طبعا السنة اللي فاتت كانوا بيقولوا ان الحكام من افضل الحكام الموجودين في قارة افريقيا، والعام اللي قبل الماضي برضو اتكلموا في هذا الكلام، لان طبعا انتوا عارفين ان البطولتين راحوا من النادي الاهلي بفعل فاعل، وهو الحكام المصريين. طب تمام قوي. النهارده هم بدأوا بقى في قناة الزمالك يتكلموا عن ان الحكام بتجامل النادي الاهلي، وعلى ان الحكام مع النادي الاهلي، وعلى ان الحكام ضد نادي الزمالك. الكلام ده غير منطقي، الكلام ده فيه خداع، فيه كذب للجماهير المصرية، واحنا مش مصدقين الكلام ده. ولكن في ناس هتقول انت بتتفرج على القناة ليه؟ هقول لكم لا، انا ما بتفرجش على القناة، انا باجي امر كده على القنوات الاقي دي قدامي، فابدا اسمع حاجات، فبستنى اسمع للاخر، بلاقي كلام غير منطقي محدش يصدقه، محدش يقتنع بيه. اللي انا عايز اقوله حاجه مهمه جدا ومهمه بالفعل، ان الرياضه المصريه مبنيه على الخلق والاحترام بين الانديه. لا، الزمالك ماسك النادي الاهلي مبهدله يا جماعه. الزمالك الحكام بتجامل النادي الاهلي، يطلع شبانه يقول لاحمد عبد الملك هتشجع الاهلي في كاس العالم للانديه، اقول له لا يا اخي، يا اخي ما فيش كده، والله ما في كده. عموما النادي الاهلي شارك في كاس العالم للانديه للمره الثامنه. النادي الاهلي الحكام ما بتجاملوش. بريء، كهربا بريء من اصابه اكرم توفيق. هي خساره كبيره جدا طبعا، كباك يمين، احسن باك يمين في مصر بالنسبه للنادي الاهلي ومنتخب مصر. ولكن القدر اقوى من كل شيء، وان شاء الله باذن الله سريعا يتعالج ويبقى على ما يرام باذن الله. النادي الاهلي بيأدي المباراتين الاخرى مش قد كده، ولكن القادم هيكون افضل، وكولر مدرب ذكي جدا وقدير، وان شاء الله باذن الله الامور تتعالج والاهلي يواصل الانتصارات. وبشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.